ودابا غادي نشارك معكم الجزء الثاني ديال الفيديو اللي هو الجزء ديال المشتريات، يعني من المواد الغذائيه اللي تقديتها في اسواق السلام. اولا كاين هاد الحكاك ديال الشامبينيون معلب، يعني كنستخدموه بزاف ودغيا كيتقاد ليا. ثم كاين الحك ديال الذره، كناخذ نفس لا مارك ميدو، يعني بالتجربه كتصدق ليا، وكذلك الذره يلا كيتقادات. خديت 3 العلب ديال الطن ديال الزيت ايزابيل. انا من محبين هاد لا مارك، يعني عندي ديجا ايزابيل بصلصه الطماطم، وبقى ليا ما بقاش عندي من الطن ديال الزيت. خديت 2 خنيشات ديال الشعريه الصينيه، واحد الباكيه ديال الكريمه ديال الطبخ ديال اترو، خبز عربي. شي مرات ما كيكونش عندي افكار او ما تيكونش عندي شي مكونات كثيره للغدا، دونك كنصاوب غير ساندويتش. 2 علب ديال مناديل ورقيه، او خنيشه ديال او باكيه ديال الملحه من وزن 900 غرام. هنا خدينا الفرماج، خدينا الحجم الكبير، هذا هو اللي كناخذو بالعاده، مي مؤخرا ولا كيعجبني هذا النوع، دونك ضفت منه واحد العلبه. باكيه ديال الكيري، باكيه ديال الفاني بالسكر المنكه بزهره البرتقال، 2 باكيات ديال الخميره، علبه ديال الجلوكوز ديال السيرو ديال الجلوكوز، واحد الخنيشه ديال الفطر الاسود، صلصه الصوجا او الصويا عاد تقادت ليا، سباكيتي. خديت هاد الدقيق الارز، يعني كنصاوب به بالعاده انا المهلبيه. قهوه سريعه الذوبان، انا كتناول نوع اخر، ولكن لود الوصفات شي مرات كنحتاجها. خديت هاد الخنيشات ديال القهوه سريعه الذوبان، يعني كريميه وطعمها لذيذ، وليت كناخذها مؤخرا. خديت الخل، كان ب10 دراهم 3 ديال القرعي، وكنستخدمو بزاف في الغسل ديال الدجاج والتعقيم بعض الخضر فاش كتجي تغسلهم. علبه حليب مركز ومحلى. خديت كذلك واحد الكميه من الشكلاط ديال الحلويات، هذا شكلاط بالحليب، هذا الشكلاط الاسود، وهذا الشكلاط الابيض. وهادو بالحق ما خديتهمش من اسواق السلام، هادو خديتهم من عند محل اللي كيبيع لوازم الحلويات. وخديت كذلك هاد ديودورون من اسواق السلام. اول مره غادي نستخدم هاد لو بتي مارسيي، مازال ما عمرني جربته. خديت هذا الفرماج ديال الساندويتش، حتى هو كان الين يتقادى. خديت كذلك هاد جبن الموتزاريلا، كان فيها اوفر، عطاونا الا خديتي واحد كتاخذ الثاني ب 50%، يعني ناقص 50% ديال الثمن ديالو. خديت كذلك هاد الفرماج الاحمر، يعني على ود البيتزا، دغيا كيتستهلك، وهادو كانوا دايرين فيهم اوفر، يعني هاد القطع بحال هكذا فيهم علين 120 غرام ب 12 درهم. خديت كذلك هاد القطعه ديال الزبده، كنستعمل الزبده بزاف ودغيا كتقادى، فيها 430 غرام ب 34 درهم. ثم كاينين هاد الساشيات اللي فيهم جبن، يعني جبن منكه. راه كنظن الا شفتوا الفيديو من الاول غادي تشوفوا الجزء اللي كنت فيه حدا جهه ديال الاجبان، وعاده ما كندوز شي مرات كناخذ شي جبن من نوع جديد. ودابا بغيت نشارك معكم بعض الانواع اللي جربت واللي عجبتني، وخديت 2 انواع جداد اللي مازال ما عرفتهمش كيف دايرين، مي بغيت نجربهم. ممكن كدوز عندهم كتاخذ غير القياس مينيموم، اقل حاجه تقدر تاخذ 100 غرام. دونك انا هنا خديت 100 غرام من كل حاجه. انا غنوريكم الاشكال ديالهم وشحال كتطلع ديك 100 غرام. قبل ما نقول لكم النوع ديالو بشحال كيطلع، ممكن تطلب منهم يقطعوا لك على شكل قطع او مربعات صغيره، كيف ما ممكن تخلي هكذا بحال دي ترونش. هذا فرomage فومي، يعني مدخن.
وفيه كذلك الاعشاب. دونك هذا فايت اللي جربته شحال من مره، هذا عزيز عليا، هذا عجبني بزاف. يعني بالنسبه للناس اللي كيعجبهم طعم مدخن هذا كنصح به. يعني باش غير تجربوا خذ هكذا غير 100 غرام على الاقل. 100 غرام كتسوى 12 درهم كيف كتلاحظوا. شتي هذا النوع هذا الا ما عمركم جربتوه انا كنصح به. ثم كاين هذا الفرماج هذا، الا لاحظتوا راه كيبان لك فيه واحد الحبيبات، هذا راه الكمون. دونك هاد الفرماج راه منكهينو بحبوب الكمون، والطعم ديالو روعه. انا اول مره ذقت شي نوع من هذا الفرماج ذقت هذا، كان تحت طلب ديال صديقه ديالي وهي اللي وراتو ليا وعجبني بزاف. وحتى مالي نضطر كلشي يعجبهم. يعني نقدر ننصحكم بديال الكمون. هادشي بالنسبه للناس اللي كياكلوا الفرماج، يعني كيعجبهم فرماج احمر. هذا من انواع الفرماج الاحمر، وتيكون هكذا كل نوع وشنو النكهه اللي ضافوها ليه. وبالنسبه للثمن هذه تقريبا عندي هنا 120 غرام، يعني طلبت منها 100 غرام، ولكن ضروري ما كيزيدوا شويه ولا ينقصوا، يعني ما كتجيش 100%. مي الا كانت 100 غرام 120 غرام راها 16 درهم تقريبا، 16 درهم ل 100 غرام. ثم كاين هذا فرماج احمر حتى هو من نوع الكودا، واللي تيكون بطعم الحار، يعني تيكون شويه حار، وبالعكس ماشي شي حروريه اللي ما تقدرش عليها. انا بالعاده من الناس اللي ما تياكلوش بزاف الحار، ولكن ملي كتاكل هذا راه ما كتحسش بالحراره كثيره. يعني طعم لذيذ، وفي نفس الوقت فيه ديك شويه ديال الحراره. يلاه القياس المناسب. يعني بالنسبه لي انا هذا حتى هو عجبني بزاف، داكشي علاش مازال كنجيبو. وبالنسبه للثمن حتى هي كنت خديت 100 غرام او تقريبا هنا مكتوب 120 غرام، بالثمن ديالو 14 درهم، 14.28. ثم كاين هذا النوع ديال الفرماج اللي تا هو من نوع كودا، ولكن بهذه المره ماشي بحبوب من حبوب الكمون، ولكن بحبوب الموطارد، يعني منكه بطعم الموطارد وكذلك بالحبوب ديال الموطارد. تا هو انا عجبني، هو شويه مجهد على ديال الكمون. يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الموطارد ما نظنش غادي يعجبكم، ولكن طعم مغاير، يعني عاوتاني على ما تتولفو تيولي عاوتاني تيعجبك. دونك كيف قلت لكم دائما الا الانسان ما بغاش يغامر، ممكن غير عند هذوك الناس ديال الفرماج كطلب منها تقول لها بغيتي تذوق من هذا النوع قبل ما تشري. الا عجبك هي هذيك، ما عجبكش ثاني ماشي ضروري تشري. وهذا كان الثمن ديالو 13 درهم ونص لل 100 غرام. ثم كاين هذا النوع كذلك، هذا كذلك فرماج غودا، وهذه المره اللون ديالو الاخضر جاي من صلصه البيستو، ولا استخدامهم البيستو باش ينكهوا به هذا الفرماج. يعني اللي كيعرف البيستو كيعرف راه فيها الحبق، فيها بعض المكسرات مثل الجوز، وهذا اول مره غادي نجربه. يعني مازال براسي ما عرفتش الطعم ديالو كيف داير، مي كيف قلت لكم الانسان ما فيها باس هكذا يجرب واخا غير شويه. هذا كان بثمن ديال 16 درهم 115 غرام. دونك مازال ما نقدر نقول لكم رايي فيه بصراحه، ولكن كيف قلت لكم ممكن نتوما تطلبوا من السيدات اللي خدامين تما يعطيكم ان مورسو باش تذوقوه. واخيرا كاين هذا النوع ديال الفرماج حتى هو غودا، مي هذا منكه بالزيتون والطماطم. كيف كتلاحظوا البقع السوداء بعض البقع كتدل على وجود الزيتون، وشويه د الحموريه كتدل على استعمال الطماطم. هذا كذلك ما عمرني جربته، مي انا من المحبين ديال هكذا الخلطه ديال ما بين الجبن والزيتون، دونك كنظن غادي يعجبني. وبالنسبه للثمن 100 غرام او 110 غرام بعلين 16 درهم، يعني 15.95. ثم كاين هاد الطبيصلات هادو اللي على شكل بحال الشجيرات او الوريقات. عجبني الشكل ديالهم، ديال الزيتون ولا اي اطباق جانبيه بغينا نقدموها. كانوا ب3 درهم القطعه. دونك كانت هذه هي اخر حاجه اقتنيتها من اسواق السلام. ثم كاين هاد الكؤوس اللي اقتنيته من محل اخر قبل ما نمشيو لاسواق السلام. بالنسبه للثمن ما نكذبش عليكم ما عقلتش على هاد الثمن. خديت كذلك هاد القوالب ديال السيليكون، هادو بالطبع ماشي غادي ندخلهم الفران، الثمن ديالهم ناقص، وقيلا الثمن ديالهم كان غير 8 دراهم. كنستخدمهم فقط للحلوى، يعني الا بغيت نصنع قوالب هكذا ديال على شكل القلب. واخر حاجه كانوا هاد القطع ديال التزيين اللي كنصنعوا كنقطعوا بهم عجينه السكر ولا العجينه اللي كنزينوا بها الحلويات ديالنا ولا لي صابلي ديالنا. وهذه كانت ب 13 درهم.
كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكون المشاهده ديالكم كانت ممتعه. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، والا بغيتوا تشوفوا المزيد من فيديوهاتي ومن وصفاتي ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الشاشه للاشتراك، وكذلك تفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.